انتقل أيضا من ريف دمشق إلى درعا. معي من هناك الناشط الإعلامي محمد المذيب. أهلا بك أخي محمد. أهلا بك أخ صهيب. يا أهلا وسهلا. أخي محمد، أرجو أن تطلعنا على مستجدات الوضع لديكم في درعا. نعم صهيب، صراحة يستمر مسلسل الاغتيالات، حيث نشهد اغتيالات بشكل يومي في درعا وريفها. اليوم تم الكشف عن جريمة اغتيال في قرية الشيخ سعد في الريف الغربي، وهي اغتيال اثنان من مدينة الشيخ مسكين عن طريق اطلاق النار عليهم داخل السيارة. وأيضا متى تم الكشف عن جريمة اغتيال لقادة الجبهة الجنسية في بلدة الحارة في الريف الشمالي. كما ذكرت لك الصهيب، الاغتيالات تستمر بشكل شبه يومي، لا يخلو يوم بدون جريمة اغتيال في الجبهة الجنسية. هذه الاغتيالات أغلبها يظل قياديين في الجبهة الجنوبية. يستمر هذا المسلسل 6 أشهر إلى هذا اليوم، تقف دار العدل وجميع الأجهزة الأمنية في الثورة عاجزة عن كشف هذه الجرائم أو كشف خيوطها. طيب، يعني أخي محمد اسمح لي أسألك، الآن درعا يعني تكاد تكون المنطقة الأولى في الاغتيالات، اغتيالات لقضاء، اغتيالات لمشايخ، اغتيالات لأشخاص عرف عنهم الوسطية في التوسط بين الثوار، واغتيالات أيضا لقادة بعض كتائب الجيش الحر. لماذا تنشط هذه الاغتيالات بهذا القدر الكبير جدا في درعا؟ طبعا صهيب، شيء طبيعي بعد النجاحات التي حققتها الجبهة الجنوبية، وهذا في آخر عام من الثورة بعد تحرير أكثر من 80% من محافظة درعا. لجأ النظام وأتباعه إلى خطة الاغتيالات، والاغتيالات التي تطال الشرفاء من الجبهة الجنوبية، وهم قادة في غرف عمليات كانت في معارك ناجحة كاللواء 52 ومعركة تحرير عدد من المناطق في بصرى الشام، وكذلك في نعم. الريف الشمالي ومثلث الموت. هذه البطولات وقف عاجزا أمامها النظام، فلجأ إلى الاغتيالات في الجبهة. أشكرك جدا السيد محمد المذيب الناشط الإعلامي.